مع السلامة. ألف الحمد لله على سلامتك يا سمر. أنا مش عايز أسمع حس في البيت ده. هما ما بيردوش ليه؟ أنا طالعة فوق. راح فين؟ راح فين؟ طالعة أشوف إيه اللي بيحصل. لا مالكيش فيه، مالكيش فيه. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه بصتك دي؟ بصتك دي مش عجباني خالص على فكرة. أنت لسه شفتي حاجة؟ إيه؟ خفت أنا بقى صح؟ أنا طالعة أشوف أمي. تعالي قلت لك ما تطلعيش أنت يا مرات أبويا، ما تطلعيش أنت دلوقتي، ما تطلعي ارتاحي هنا، ارتاحي ارتاحي. يا ترى إيه اللي بيحصل؟ أنت يا سمر، أنت تخرجي من ورايا وتروحي مع شبان في رحلة وبعدين تروحوا في أماكن مشبوهة. أنا آسفة يا بابا، ما تزعلش مني، أنا آسفة والله ما هعمل كده تاني يا بابا. طب يا بنتي بالراحة، إذا كان في حاجة حصلت وأنت اتكسفتي تقوليها في التحقيق قوليها لي أنا أبوكي وأعرف أحميكي. يا بابا أنا كل اللي حصل قلته هناك في التحقيق. إحنا وصلنا هناك بعد الظهر، ولما حسيت إن في حاجات غلط بتحصل خدت شنطتي ومشيت بالليل والله يا بابا. حاجات غلط بتحصل؟ حاجات إيه بقى؟ حد مثلا ضايقك؟ لا يا بابا اطمن، أنا كويسة والله العظيم كويسة يا بابا. وبعدين يا بنتي ازاي تخرجي تروحي كده في اي مكان؟ ده انت عمرك ما خرجتي من غير اذني. والله يا بابا أنا كنت عايزة أقول لحضرتك، قلت لدلال تتوسط لي عند حضرتك وهي قالت لي روحي. دلال؟ يعني دلال قالت لك تروحي من ورايا؟ يا بابا والنبي ما تزعل مني يا بابا، أنا آسفة والله العظيم آسفة، ما تزعلش. دلال! 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 يا دلال! انت فين؟ اصحي قدامي! يا سيد في إيه؟ انت كنت فين؟ كنت قاعدة مع عمي تحت، مالك بتزعق كده ليه؟ خير؟ بتزعق كده ليه؟ هيجي منين الخير؟ استنى بس، بالهداوة يا اخويا، هي دلال عملت ايه؟ الدورية مالكيش دعوة، انت راس الحية. فوري! ايوه تعالي هنا. تقدري تفهميني انت ازاي تروحي لست ما تعرفيهاش وتقفي تردحي لها وتقولي لها تبعد عني؟ اسميه ايه ده؟ هي سخنتك عليا الحرباية صح؟ طيب دلوقتي انا اقول قدام الناس ايه؟ هيقولوا ان انا مش عارف اسكن مراتي؟ يا سيد انت فاهم غلط. فاهم غلط؟ طيب هفوت لك دي، انما انت دلوقتي ازاي تطلبي من بنتي انها تسافر من غير ما تاخد اذن مني؟ اسمي ده ايه؟ وايه يعني يا سيد اما تسافر؟ ما كل البنات في سنها بيعملوا كده، انا نفسي كنت بعمل كده. انت نفسك ده ايه؟ هو انت مين؟ انت عايزه تعملي نفسك زي بنتي؟ ابوس ايدك يا سيد، ابوس ايدك، سيبها حرام عليك بقى. خلاص يا سيد انا اسفه، انا غلطانه مش هعمل كده تاني. في ايه يا حاج؟ الله ما تفهمنا في ايه اللي بيحصل؟ انت تخلص يالا خالص، انت حسابك بعدين. قلت لي غلطانه واسك اعترفت انك غلطانه، وانا ما عنديش للغلط ده غير حل واحد. يلا يا لهوي الحقونا الحقونا يا ناس، الحقونا يا عيال. الطارق دلال دلال يا خرا. انتوا بتتعاملوا ان شاء الله خير باذن الله. ايه في؟ بتحبها قوي ها؟ ما هو انت لو كنت بتحبها ما كنتش عملت فيها العمله السودة دي. وبعدين بقى انت هتفضحينا ولا ايه؟ يا بابا بابا عشان خاطري خش معاها بابا، ما تسيبهاش لوحدها. لا 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 بلاش بلاش بلاش. مكوى حطها في الدولاب. مفيش اخبار من المستشفى؟ لسه، ربنا يستر. عرفت كمال عمل ايه مع ابوه؟ ايه؟ رفع عليه قضيه بالشيك اللي معاه. بصراحة حقه، ربنا ينصره. يعني انت موافق على اللي عمله كمال يا وحيد؟ طبعا. كمال لما اتسرق انا كنت معاه،
واللي سرقوا يوسف وسيد. مستني ايه من كمال غير انه يدافع عن حقه؟ يدافع عن حقه. برافو يا وحيد، حلو الكلام ده قوي. بتتريق؟ طبعا بتريق. لما انت سخن قوي كده في الكلام عن كمال وعن حقه، ما بتدافعش انت ليه عن حقك انت كمان؟ انت عارف يا وحيد لو الحاج جراله حاجه بكره الصبح ايه اللي هيحصل؟ اللي هيورث فيها 4: يوسف وكمال وانا وسمر. وانت بقى هتعمل ايه؟ هتعيش في الشارع؟ انا غير كمال. ليه ان شاء الله؟ ناقصك ايد ولا رجل؟ انت عارف انا لو في الوضع اللي انت فيه ده كنت عملت ايه؟ كنت ولعت في الدنيا دي كلها، ولا ان حد ياخد حق من حقوقي. ما عملتش كده في حقك ليه؟ ما انت شايف يوسف معاه فلوس كتير وابوك جاب له شبكه بملايين، وانت ما حلتكش غير عربيه. عارف ليه يا وحيد؟ لاني عارف ان هورث فيه. بعد ما يموت هقعد انا اخواتي هنا ونتحاسب. انما انت بقى تقدر تقول لي يا وحيد صفتك ايه في البيت ده؟ اخوك. وايه اللي يثبت؟ انت اللي بتقول كده؟ ما انت شفت بعينك الورقه العرفي كمال وريها لك. يا وحيد انا عايزك تدافع عن حقك بكل قوتك. اعمل اي حاجه، المهم تاخد حقك من ادخن تخين في البيت ده. اعمل لك حاجه قبل ما انام؟ لا روح نام يا وحيد، نام على طول. مش عايزك تفكر في اي حاجه من اللي قلتها لك، واضرب الدنيا 60 صرمه. انا اسف اني نبهتك. انت عارف يا وحيد لو الحاج جراله حاجه بكره الصبح ايه اللي هيحصل؟ اللي هيورث فيها 4: يوسف وكمال وانا وسمر. وانت بقى هتعمل ايه؟ هتعيش في الشارع؟ يا وحيد انا عايزك تدافع عن حقك بكل قوتك. المهم تاخد حقك من ادخن تخين في البيت ده. بنتي حبيبتي ضنايا،